بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واتم صحه يا رب العالمين. النهارده بقى فيديو كده حلو ان شاء الله باذن الله يعجبكم. النهارده شويه مشتروات هنشاركهم مع بعض، مشتروات الاسبوع، وكمان مزوده بقى شويه حاجات كده عشان باقي تفريزات رمضان والحاجات اللي احنا بنعملها دي. بس لو انت اول مره بتشوفيني يا ريت لو تحطي لي لايك وتشتركي في القناه لو انت اول مره بتشوفي قناتي، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك باذن الله كل جديد بنزله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. وبعدين بقى نبدأ بالمشتروات، وهي أول حاجة بنبدأ بيها هي البطاطس. ليه بقى بنبدأ بأول حاجة البطاطس؟ البطاطس دي تعتبر أساس كل حاجة عندي في البيت، لإيه؟ يعني بستخدمها استخدامات كتير جدا، بعمل منها وصفات كتير وبتريحني في وصفات كتير جدا. حتى لو أقرب حاجة مش معايا فلوس ممكن أعمل بقى بطاطس مسلوقة، هتبقى من غير زيت، هتبقى موفرة. ممكن برضو أعمل صينية بطاطس. فالمهم إن هي بتمشي معايا في كل حاجة، بطاطس بقى تحت فراخ. البطاطس دي صراحة احنا يعني موظفينها 100 وظيفة في قلب الاسبوع. فبس كده انا جبت قد ايه من البطاطس؟ جبت 4 كيلو ونص، وكان عندي حوالي 2 كيلو من البطاطس برضو. فقلت لا مش مشكلة، انا كنت ناوية من الاسبوع اللي فات، اللي شاهد المشتروات بتاعت الاسبوع اللي فات، اللي انا كنت جايبة كمية كبيرة ولسه عندي برضو حوالي 2 كيلو ونص شايلاهم، و2 كيلو شايلاهم كده، يعني لسه حوالي 2 كيلو او كيلو ونص في التربو كده بتاع البطاطس. بس كده. البطاطس دي كان سعرها قد ايه؟ البطاطس دي انا جايباها كيلو ونص ب10 جنيه. طبعا ممكن في ناس كتير تستغرب هي صغيرة على كبيرة، انا والله كنت بلاقيها كلها كده، وكنت لسه هاخد كمان من الكبيرة. فهو كان بيكمل الوزنة من دي، يعني هو البياع ذات نفسه صاحب الحاجة هو اللي كان بيكمل لي من الكبيرة دي. فربنا يبارك له يا رب. فانا كده خلاص جبت ب 30 جنيه من البطاطس. لقيت كمان ما شاء الله عنده كده البسلة تحفة، اللهم بارك. كل الخضار بتاعي تقريبا جايباه من واحد بس بتعامل معاه، والبسله بتاعته زي الفل. شايفين؟ عسل عسل عسل، مليانه كده ومسكره وزي العسل. بقد ايه؟ ب20 جنيه. فانا جبت 3 كيلو ب60 جنيه. كمان الجزر اللهم بارك، شايفين الجزر ده ب5 جنيه، حاجه كده عسل ما شاء الله. اللهم بارك، يعني جميله جدا. فجبت 4 كيلو من الجزر. هعمل ايه بال4 كيلو؟ هستخدم كده 2 كيلو، وباقي الكمية اللي هما ال2 كيلو التانيين برضو هستخدم منهم للمخلل. هعمل برضو شوية مخلل كمان كده اشيلهم بقى، لان اللي انا كنت عاملاه وكنت منزله الفيديو بتاعه بنستعمله وبناخد منه، فبرضو عايزه اعمل شوية كمان. فجبت 4 كيلو من الجزر عاملين 20 جنيه. بعد كده بقى الطماطم، يعني كانت الحمد لله ما شاء الله يعني جميلة جدا. انا جبت كده كمية حلوة برضو من الطماطم. جبت قد ايه؟ جبت 6 كيلو من الطماطم، مستوية شوية، هي مش مستوية ولا اي حاجة خالص، هي كلها زي بعضها. بس انا قلت له انا هنقي اللي هي الحمراء، اللي يعني تكون طرية شوية كده او حاجة من قلب هياها، يعني من قلب الطماطم اللي احنا بننقيها للسلطة. انا جبت 2 كيلو ب15 جنيه. هو صراحة ما كانش راضي، فهو عملها لي على 5 جنيه ونص. قال لي انا هحسبها لك على 6 جنيه لو انت نقيتيها كلها حمرا كده وزي دي. ما شاء الله كده زي الفل. شايفين؟ مفيهاش اي حاجة خالص. وفي الاخر بقى حاسبني عليها على 5 جنيه ونص. جميلة اللهم بارك. ال2 كيلو ب11 جنيه زي العسل، حمرا كده وطازة وجميلة جدا ما شاء الله زي الورد. فانا جبت قد ايه؟ جبت كده 6 كيلو عاملين 33 جنيه، وال2 كيلو دولت كانوا عاملين 15 جنيه. يبقى انا كده جبت ب15 جنيه طماطم كده ناشفه، هنحطها في المنظم بتاع التلاجة نستخدم بقى منها طول الاسبوع. وان شاء الله باذن الله ال6 كيلو دولت هعملهم برضو صلصه معاهم واحنا بنعمل الفيديو باذن الله اللي جاي. يبقى انا كده خلاص جبت الاساس اللي هو الطماطم والبطاطس، جبت بسله، جبت جزر. نيجي بقى دلوقتي لشويه حاجات كده. جبت برضو الشطه، كانت كده عشان استخدمها للمخلل. في الوقت ده انا ما كنتش ناويه ان انا هجيب فلفل خالص الاسبوع ده لان كان عندي. فقلت لا خلاص طالما هعمل مخلل انا هجيب شطه. جبت كده شطه حاميه على شطه بارده عشان استخدمها ان شاء الله للمخلل. عامله قد ايه؟ ده نص كيلو تقريبا كان عامل 6 جنيه. يعني هو انا قلت له كان عايزها ب15 جنيه الكيلو، لكن انا اديت له 5 جنيه مرضاش، فاخد كمان يعني اخد 6 جنيه في النص كيلو. بعد كده بقى الله المستعان يعني. الشطة دي مش يعني الحمد لله والشكر لله أنا مسكتها كده وإيديا صراحة لحد دلوقتي بتوجعني جدا لأن كان فيها واحد مفتوح. لكن هي ما شاء الله يعني جميلة كده زي الفل. كانت عاملة قد إيه؟ كانت عاملة 15 جنيه الكيلو. لكن صراحة دولت كيلو وربع، وهو كان عايز أزيد فلوس أزيد بس هو أخد ال15 جنيه. فالله المستعان يعني جميلة جدا ما شاء الله زي الفل جميلة.
وهنعملها ان شاء الله باذن الله هريسه الشطه عشان نستخدمها بقى طول السنه وفي المخللات بقى والحاجات دي. بعد كده كمان جبت كيلو فلفل الوان، كان عامل قد ايه؟ كان عامل، انا جبت صراحه نص كيلو ونص كيلو، فدولت كانوا عاملين 25 جنيه. هو كان بيبيع الكيلو ب 30 جنيه، بس انا اخدته ب 25 جنيه. جميل جدا طبعا، هنستخدمه برده في وصفات حلوه كده وهنفرزه باذن الله مع بعض. كمان بقى جبت اليوسفندي ده 2 كيلو ب 15 جنيه، جميل كده وزي الفل. جبت 2 كيلو. والبرتقال بتاعنا الجميل ده كان عامل برضو 2 كيلو ب 15 جنيه، فانا برضو 2 كيلو كمان وربع كانوا عاملين 15 جنيه، عشان هي كان حجمها كبير شويه. انا كنت جايباه صراحه ان انا اعمله كده يعني هفرزه يبقى للعصير. كمان بقى جبت الموز ده 2 كيلو ب 25 جنيه، جميل كده زي العسل ما شاء الله زي ما انتم شايفين، يعني حاجه كده فاخر يعني من الاخر. والخيار ده ما شاء الله يعني هو كان حجمه مش يعني هو صغير كده على كبير. ده كان قد ايه؟ انا مش عارفه صراحه. هو قال لي بعد ما خلصت بقى كل حاجه، البياع اللي هو انا بجيب من عنده كل الخضار، هو عبالي كده الكيسه دي وقال لي هاتي بس 10 جنيه. هم كانوا تقريبا كيلو وربع حاجه زي كده. كمان جبت كده كيلو من البتنجان، ده كان عامل 5 جنيه. ده كيلو واحد بس اهوت من البتنجان، كان عندي انا بتنجان من الاسبوع اللي فات، فجبت كده كيلو عامل 5 جنيه. وجبت بقى كيلو وربع من الليمون، دول كانوا عاملين 20 جنيه. ده كيلو وربع من الليمون عشان بقى استخدمه كده للمخلل. انا طبعا عندي كمية ليمون حلوة اللهم بارك يعني ما شاء الله، كمية حلوة جدا في قلب الفريزر. فانا مش بجيب ليمون استخدمه، لما بعوز كده ليمون بطلع بقى من الفريزر. فانا النهارده جبت بقى ده عشان اعمل فيه ايه؟ عشان استخدمه مع المخلل. واهم بقى حاجه في المخلل بتاعتي انا ما جبتهاش النهارده، ما لقيتش صراحه عجبني. فانا ان شاء الله هنزل بقى في يوم تاني اجيبه كده. وهو ايه؟ وهو القرنبيط ليمون جميل كده وزي الفل، بقطعه بقى قطع زي ما عملنا المخلل بالظبط اللي فات. برضو لو عملته ان شاء الله هبقى اشاركه معاكم كده على السريع، عشان اللي ما شافش ان شاء الله الفيديو اللي هو فات يشوف باذن الله الجديد. ودي بكده يا بنات كانت المشتروات بتاعتنا النهارده والفيديو كده خلاص كده. يا رب كده الفيديو يعجبكم ان شاء الله باذن الله. بقى استنوني في الفيديو اللي جاي، هنفرز بقى مع بعض شويه حاجات كده حلوين، البسله والجزر، وهنعمل هريسه الشطه والفلفل والطماطم، وهنعمل كمان شويه بطاطس كده. هنعمل ان شاء الله باذن الله. استنوا فيديو تفريزات، كل التفريزات ان شاء الله هجمعها لكم في فيديو واحد، عشان اللي ما شافش الفيديوهات اللي قبل كده ان شاء الله باذن الله يشارك بقى معانا الفيديو اللي جاي ده. وان شاء الله باذن الله مستنيه كده دعمكم بقى ليا والقناه كده تكبر بيكم يا احلى متابعين في الدنيا. اسيبكم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.